عمرك سألت نفسك ايه اللي ممكن يحصل ورا باب أوضة العمليات بعد ما تقرر تغير في شكلك؟ عمليات التجميل اللي ناس كتير بتشوفها رفاهية ليها جانب مظلم، جانب مرعب جدا. قبل ما تكمل الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل خاصية الجرس عشان يوصلك أول بأول كل حاجة أنا بنزلها. يلا بينا نكمل الفيديو. في مخاطر كتيرة وحقايق مرعبة عن عمليات التجميل. الخطر الأول منها الموت. التخدير العام مش لعبة. منظمة الصحة العالمية بتقول إن أي عملية فيها تخدير عام بيبقى فيها نسبة وفيات، حتى لو عملية بسيطة زي تجميل الأنف. ناس كتير دخلوا وهم فاكرين إن الموضوع ساعة أو 2، لكن في لحظة القلب بيقف أو بيحصل جلطة بتضرب المخ والمريض ما بيخرجش تاني. وفي تقارير موثقة عن مشاهير عالميين ماتوا وهم في عمليات التجميل، كانوا بيدوروا على الكمال لكن لقوا النهاية. الخطر التاني النزيف والتلوث. مشرط صغير، خطأ جراحي واحد ممكن يفتح شريان أو وريد من غير ما الجراح ياخد باله، ولو الأدوات مش متعقمة كويس البكتيريا بتدخل الجسم وبيحصل تسمم دموي، وده ممكن يقتل المريض في ساعات قليلة. تخيل تدخل عشان تصلح حاجة بسيطة في وشك وتخرج بجسم كله مصاب بعدوى قاتلة. الخطر الثالث التشوه. انت داخل عشان تجمل وشك او جسمك، لكن تخيل تخرج ووشك وارم او جلدك بايظ او شفايفك وللأبد. في دراسة بتقول إن آلاف الحالات كل سنة بيحصل لها مضاعفات وتشوهات بعد عمليات التجميل. في ناس اتشوهت لدرجة إن المراية بقت كابوس بالنسبة لهم، وفي اللي اضطر يعيش عمره كله وهو مغطي وشه مش عايزه يبان. الخطر الرابع المرض النفسي. كتير من الناس بيكتشفوا بعد التجميل إن النتيجة مش زي الصورة اللي كانوا راسمينها في دماغهم، فبيجيلهم إحباط، والإحباط بيتحول لاكتئاب، والاكتئاب ساعات بيوصل لانتحار. في ظاهرة كده بتعمل هوس مرضي بيخلي الشخص يشوف نفسه قبيح مهما عمل عمليات، وده اللي بيخلي بعض الناس يعملوا 10 و20 عملية ويمكن أكتر من كده بكتير، لحد ما يبقوا مشوهين أكتر من الأول وما تبقاش قادر تبص في وشهم. وشوفنا نماذج على كده كتير جدا، وفعلا بقوا بشعين. الخطر الخامس المواد المجهولة. في مراكز مش مترخصة بيحقنوا المرضى بمواد رخيصة أو مجهولة المصدر، زي السيليكون الصناعي، الزيوت، مواد كيميائية مش طبية، والنتيجة ممكن يحصل تآكل في الأنسجة، غرغرينة، أو حتى أورام سرطانية بتظهر بعد سنين. وفي حالات موثقة البنات فقدوا حياتهم بالكامل عشان جلسة حقن في شقة مشبوهة مثلا. وفي جانب ناس كتير بتتجاهله وهو الجانب الديني. طبعا عارفين ان الموضوع ده فيه شبهات، وفي بيتقال برضو انها حرام. يعني لو العملية علاجية زي اصلاح تشوه او حادث تمام، لكن لو مجرد اني عايز ابقى شبه الممثلة الفلانية فده اعتراض على حكمة ربنا، فبلاش منه طالما مفيش ضرورة تخليك تعمل حاجة زي كده. والأخطر إدمان التجميل، وده الخطر اللي معانا دلوقتي والأخير. واحدة بتبدأ بعملية بسيطة، بعدها تلاقي نفسها عايزة تكبر شفايفها، تصغر مناخيرها، تنفخ خدودها، وفي الآخر تتحول لوش غريب، وش مش إنساني، كأنه قناع مشوه. اللي حواليها ما يعرفوهاش، وأهلها نفسهم مش قادرين يشوفوا ملامحها اللي كانت مألوفة وكانت بسيطة وهادية، فجأة بتتحول لمنظر بشع وملامح حادة وغليظة، فعلا بتبقى بشعة وما تقدرش ان انت تبص عليها. فالجمال اللي كنت بتدور عليه
ما بقاش موجود. انت اتحولت لوحش هيفضل يطاردك كل يوم في المراية، وهتكره فيه اليوم اللي قررت فيه تعمل حاجة زي كده. الحقيقة المرعبة إن عمليات التجميل مش مجرد رفاهية، دي مغامرة بدمك، بروحك، وبإيمانك. كل مشرط، كل إبرة، كل تخدير ممكن يبقى آخر خطوة في حياتك، وممكن تدمر حياتك اللي جاية بسبب غلطة زي دي وانت فاكر إن النتيجة هتعجبك. السؤال: هل الجمال بيستمر؟ ولو استمر هيستمر كام سنة؟ ويستاهل انك تخاطر بعمرك كله؟ هل انت ضامن النتيجة؟ هل انت شايف ان حاجة زي دي حاجة غلط تستاهل تاخد عليها ذنوب؟ أسئلة كتير في الموضوع ده، بس خليك واثق ومتأكد من الإجابات، وخليك صريح مع نفسك، وشوف هل يستاهل انك تخسر صحتك، شكلك، ودينك. وممكن كمان تكون عمليات التجميل أجمل طريق مختصر للموت البطيء زي ما شفنا كده في الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا له شير. إن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة. السلام عليكم.